يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في حقائق في العالم ده أغرب من الخيال، وتقاليد لو شفتها بعينك عقلك مش هيصدقها. إحنا النهاردة هنخترق حدود المنطق. هنبدأ من سر مية أفريقيا اللي بتمسح الوجع، ونروح لمساج الوش بالرجلين في قلب أوروبا، ومنها الباكستان عشان نشوف حركات بتخطف الأنفاس وتجنن العقول. ومش بس كده، ده احنا هندخل الصين ونشوف علاج بالساطور، ونختم بسيف الحق في الهند اللي هيبته بتنزل مكان. ركز في كل مشهد عشان اللي هتشوفه ده ممكن يغير نظرتك للعالم كله. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب الحاجات اللي بتحصل في أفريقيا. وزي ما اتكلمنا وقلنا المية بتمسح الخطايا في الهند، ففي أفريقيا الموضوع مختلف. الناس عندها اعتقاد إن المية ممكن تمسح أي مرض. مش عايزك تستغرب، في دول زي كينيا وكمان تنزانيا الناس بتجيب المية دي وبيصلوا عليها، وبعد كده بياخدوها وبيربشوها على أي إنسان. والمعلومة اللي هتصدمك بقى إن المية دي مش مية عادية من الحنفية، دي غالباً بتكون مية مقدسة من آبار مهجورة أو عيون جبلية. والقبائل هناك بتعتقد إن رش المية بالشكل ده بيطرد الأرواح والسحر، اللي هي في نظرهم السبب الحقيقي لأي وجع بيصيب الجسم. ومن مية أفريقيا تعالوا نشوف أوروبا بتعمل إيه بالرجلين على الوش. تعال بقى أوريك أغرب الحاجات اللي موجودة في أوروبا. تخيل علشان تعمل تمارين لجسمك هيدوسوا على وشك. مش عايزك تستغرب، بس دي الحقيقة واللي موجودة فعلا. في تمارين في أوروبا أو مساج بالمعنى الأصح بيدوسوا فيها على الوش وعلى الجسم بالرجلين. والمعلومة اللي تخلص الكلام إن النوع ده من المساج معروف عالميا باسم أشياتسو بيرفوت مساج، والمدربين هناك بيدرسوا سنين عشان يتعلموا يوزعوا وزن جسمهم بالملي، لأن الضغطة الواحدة في المكان الغلط ممكن تقلب بكارثة، بس لو اتعللت صح بتبدل نشاط الجسم 100%. اركن الهدوء ده بقى وتعالى شوف الزلزال اللي بيحصل في باكستان. تعال بقى ننط على راجستان ونشوف أغرب الطقوس الدينية اللي موجودة هناك، واللي هتعمل لك صدمة لما هتشوفها. الناس دي بتعمل حاجات بره حدود العقل. بيتجمعوا يا سيدي وبيفضلوا يعملوا حركات، وعندهم اعتقاد إن الحركات دي بتطهر نفوسهم. واللي لازم تعرفه ومحدش هيقوله لك إن الحركات دي نوع من أنواع الذكر الحركي العنيف المعروف باسم صوفي ويرلينج في بعض الطرق هناك. والسر إنهم بيوصلوا لحالة نشوة روحية بتخليهم ما بيحسوش بأي وجع ولا دوار، وكأنهم في عالم تاني خالص غير اللي احنا فيه. انسى بقى الحركات دي وتعال نشوف الصين بتعالج الناس بالساطور. تعال بقى أوريك أغرب أنواع العلاج الطبيعي اللي موجودة في الصين واللي هتشوفها لأول مرة. العلاج في الصين مختلف تماما، بيعملوا حاجات بره حدود العقل. يعني هيعالجوك بالساطور أو هيعالجوك بالشد، أيوة زي ما انت شايف كده. وخد المفاجأة دي، العلاج ده اسمه داو لياو أو تدليك السكين، وبيرجع تاريخه لأكتر من 2000 سنة. والممارسين بتوعه بيعتقدوا إن المعدن بيفتح بوابات الطاقة في الجسم، والسر إنهم بيستخدموا سكاكين تلمة مش حامية عشان يوصلوا لاهتزازات معينة بتنشط الدورة الدموية من غير ما تعورك. اركن الساطور بقى وتعالى شوف سيف الهند اللي بيوزن جبل. تعال بقى أوريك أغرب قطعة أثرية موجودة في الهند، وهي عبارة عن سيف بيسموها بسيف الحق. السيف ده يا سيدي وزنه بيتخطى 40 كيلو، ومش عايزك تستغرب، الناس بتروح تاخد منه البركة. واللي يخليك تنبهر بجد إن السيوف دي غالبا بتكون من نوع خاندا الأسطوري، والوزن المرعب ده كان مقصود عشان يدرب المحارب على قوة التحمل الخارقة، لدرجة إن اللي يقدر يشيله ويهزه كان بيعتبر بطل قومي وله هيبة بتخوف جيوش بحالها. سيبك من السيف وشوف الكوارث اللي بتحصل في دقيقة واحدة. تعال بقى أوريك لحظة الغلطة اللي بتعمل كارثة كبيرة، وده اللي بنشوفه كل يوم في حوادث الطرق المرعبة حوالين العالم. ومعظم الحوادث اللي بتحصل في أوروبا بتحصل بسبب التلج اللي بيكون موجود على الطريق، والناس ما بتقدرش تتحكم في أي عربية زي ما انت شايف. واللي لازم تعرفه إن أخطر أنواع الحوادث دي بتحصل بسبب حاجة اسمها بلاك آيس أو التلج الأسود، وده بيبقى طبقة تلج شفافة جدا ومستخبية على الطريق، بتخلي العربية تفقد السيطرة تماما في أقل من ثانية، وكأنك ماشي على زيت مش أسفلت. وده السر في الكوارث اللي بنشوفها دي. لحد هنا والرحلة خلصت، بس العجايب لسه مش بتخلص. شفت الساطور في الصين والسيف في الهند وكوارث التلج اللي ما بتسميش على حد. كوكبنا ده طلع أغرب بكتير مما تتخيل، وفيه أسرار لسه ما اتكشفتش. السؤال هنا، لو كنت مكان الناس دي كنت هتقدر تستحمل ولا قلبك هيقف؟ قول لي رأيك بصراحة في التعليقات، واستناني الفيديو الجاي عشان اللي هوريهولك المرة الجاية هيخليك تنسى كل اللي شفته النهاردة. أشوفكم على خير، سلام.